بعض الحركات احنا كموقفين بنعملها احنا لا اراديا مننا، فانا المفروض كمامز اركز واخد بالي منه واقول له لا ده ما ينفعش، الحركه دي ما ينفعش. زي مثلا في الفرح انا كنت بسقف كده 2 ونص، يعني ده ينفع او اسقف كده؟ هل ده يعقل؟ اهو تسقيف كده. الرقص بقى ده انا هوريكم الرقص اللي انا كنت برقصه، كنت بتحفهم ببهرهم كده. اول رقصه كانت بتبقى كده، ارقصي يا رؤية يلا اهو، دي رقصه دي كده حركه. الحركه التانيه كده اللي هو ايه ده، طب بوسطك يا رؤية ارقصي بوسطك بس كده، انتوا تأمري يمين 2 3 4، عارفين الطابور اللي هو يمين 2 3 4 سقفي 2، عارفين ده شمال، ده الرقص بتاعي. هل انا لو في فرح ينفع ارقص كده؟ بجد يعني انت لازم تبقي واخده بالك يعني، بجد والله. يعني انا مثلا ايه واقف في الفرح الناس كلها بترقص وبيعملوا كده يعني او كده مثلا، ايه ده يعني؟ هل ده يعقل؟ على فكره يعني كنت بتعملي كده كنت برقص كده اهو او كده يعني. ايه رايك؟ لا وكل فخر ارقصي رؤية بس كده، انتوا تأمروني عينيا اه والله كده اهو، يا اما كده. طب بوسطك، لا بوسطي اهو اهو يا باشا. ايه انا بعرف انا بعرف ارقص، انا هايله. ولا رقصت الباليه طبعا. ايه رايكم؟ هل ده ينفع؟ انا كمامة عينيها او عينيه لازم ابقى واخده بالي قصدي على الحركات اللي هو بيعملها. خدي بالك وركزي في التفاصيل دي، تلاقي حاجات كتير قوي ابنك بيعملها حركات اللي هو ملهاش معنى بمعنى. بحبكم قوي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكونوا استفدتوا. باي باي.